الفقر والدين والهم والغم والحزن والتعلق والعسر ومشاكل الحياة عموما يعبر عنها في القرآن الكريم بالظلمات، ولن يخرج منها إنسان لا يستحق أن يخرج منها. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لما نقول الله يقول، ما بعد كلام الله كلام. الله يقول بنص الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالإنسان ما بين الإيمان والكفر، يا أما أنك تؤمن بأن الله يحبك وخلقك لتتنعم وخلقك لليسر وللبركة وللتوفيق، ويحبك ويريد لك الخير، فبالتالي أنت محسن الظن فيه، مؤمن فيه، في لطفه، في رحمته، في كرمه، يتولاك الله بإيمانك هذا. وبالتالي إذا كفرت يتولاك الشيطان، يدخلك في المقارنات والأحكام والتذمر واللوم، وتعيش دور الضحية وتفكر أن كل شيء ضدك وأن الله يعني تخرج الله من المعادلة. خلاص دخلت في الظلمات. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. انتهى. النقطة المفصلية هو الإيمان بالله. في ناس لا يؤمن بالله ويظن أنه مؤمن بالله وهو ما هو مؤمن، ويقايض الله: أنا صليت وصمت وزكيت وما تغيرت حياتي. لأنك تصلي لأن حياتك تتغير، ونسيت المعادلة الصحيحة. المعادلة الصحيحة أنك تصلي لله إخلاص ومحبة وتعظيم وعبودية. حياتك تتغير بناء على إيمانك أن الله لطيف وكريم ويريد لك اليسر ولا يريد بك العسر ويريد لك تمام النعمة. لما تعرف الله وتقدر الله حق المعرفة، تقدر الله حق التقدير، وما قدر الله حق قدره، تلقى إنسان يعاني في حياته، يبحث للحلول عند الناس وعند يعني الشهرة والمال والعلاقات يعني لفت الانتباه، وأنه أحد يحن عليك، أحد يعطف عليك، أحد يرحمك، أحد يعني تنتظر الناس، تنتظر الظروف، تنتظر، كأنك تجعل مع الله إلها آخر. الإله ليس الذي تعبده فقط، لا، إنما الإله هو اللي تعبده وتستمد منه قيمتك، وهو مصدر أمانك ومصدر ثقتك ومصدر ارتياحك ومصدر حبك ومصدر قوتك ومصدر سعادتك ومصدر أمانك ومصدر حفظك. فإذا كنت تأخذ هذه الأشياء من غير الله، أن تجعل مع الله إلها آخر وأنت لا تعلم. ففي ناس هو ما هو متقي لله أصلا، تلقى سلوكياته سيئة، ويدعي الله سنين طويلة: اللهم أني أسألك، اللهم ليش ربي ما أعطاني. تظن أن الله سبحانه وتعالى ما يبغى يعطيك، ما يبغى يكرمك، وهو سبحانه اللي يقول يريد الله أن يتم نعمته عليكم. معناته المشكلة عندك ما هي عند الله. لكن ربي يعلم بحالك أنك ممكن تظلم نفسك، ممكن تنغر، ممكن فيأخر عليك. أننا نتعامل مع الله مثل الأطفال. الطفل يبغى حلاوة من ماما وبابا، يبغى يروح يلعب في لعبة خطيرة، يبغى يأكل أكلة ما هي صحية، فالأب والأم من لطفهم ومحبتهم لابنهم يمنعونه. الطفل ما هو مدرك، لا يفكر انهم ضده، يفكر انهم ما يبغونه، يزعل عليهم، يبكي، يغضب، يسخط. كذا نتعامل مع الله. الله بس يبغاك تستعد، تتهيأ ويعطيك. بالعكس يمسك الآن ويمنع عنك لأنك باقي لم تستعد ولم تتهيأ. فكن متهيأ بإيمانك، بثقتك بالله، بتعلقك بالله، بحبك لله، بتعظيمك لله. هذه الأشياء لازم تشتغل عليها، هي في النفس، على مستوى النفس. لو افترضنا أنه في شخص من الناس، خلنا نقول مثلا ما أكل جيد لمدة 3 شهور، ما تنظف، ما يعني يسهر، يدخن، أكيد نعرف الصورة النهائية كيف بيكون شكله، مظهره المادي وشكله. النفس نفس الموضوع. النفس تتغذى، تأكل، تتطهر، تتنظف، تستمد قوة، ولها حياة. ما بتلقى هذا الشيء عند غير الله. فالنفس تتغذى وتتطهر عن طريق الله، عن طريق تطبيق قوانين الله، عن طريق تقوى الله، عن طريق الخوف من الله، العلاقة الطيبة مع الله، حسن الظن بالله، انك تكون فعلا فاك تعلقك بغير الله. الله في نفسك أكبر وأعظم وأهم من كل شيء. مؤمن أن الله هو كريم ولطيف. ليش أتعلق بغير الله؟ ليش أروح أدق باب غير الله؟
هذا هو فك التعلق. الله سبحانه وتعالى يقول بصريح العبارة وبصريح الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلاص انتهى. اتق الله، الله بيجعل لك مخرج ويجيك الرزق من حيث لا تحتسب، ما يحتاج انت تعب. انت بس تتحرك تحركات بسيطة وكلها بإرادة الله، ويجيك الرزق ويجيك الهبات الربانية والعطايا ويجيك الأمان والطمأنينة. لم تجعل مع الله إلها آخر، قدرت الله في نفسك، عملت ما يرضي الله، أقبلت على الله بالمحبة والتعظيم وأنت محسن الظن فيه وتعرف أنه يحبك. كذا تتدرج من الظلمات إلى النور. الله جعل لك خط رجعة، توبة، استغفار. يعني الإنسان وهو وسط الظلمات ما يقدر يشوف النور، فيبغى لك عزم داخل نفسك عشان تخرج من هذه الظلمات وتقبل على الله. الشياطين بتحاربك بس أنت بتنتصر عليها في الأخير. الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من